بقولك ايه، تعرف شارع درب المهابيل؟ اعرف. طب تعرف اتسمى بالاسم ده ليه؟ لا. يبقى ما تعرفوش. ما تيجوا نشوف الحكايه في ستوري بالعربي. درب المهابيل، من الاسم كده ناس كتير هتفتكر اني هتكلم عن الفيلم اللي اتعمل مخصوص بسبب شارع درب المهابيل، واتعرض سنه 1955 من تاليف الكاتب الكبير نجيب محفوظ وبطوله شكري سرحان وبرلانتي عبد الحميد. لكن احنا هنتكلم عن حي شعبي قديم عمره اكتر من 1000 سنه، كل حجر فيه بيحكي حكايه من حكايات التاريخ. موجود بين شارع محمد علي وشارع عبد العزيز بمنطقه العتبه، تابع لاسم عابدين اداريا لكن جغرافيا اقرب لاسم الموسكي. اول ما تدخله هيخطفك شكل المباني والبيوت اللي اتبنت في فتره الاربعينات والخمسينات، هتحس كانك مش في مصر. زمان كان في بوابه مدخل حديديه عشان تدخل الشارع، لكن حاليا اتشالت وما فضلش غير اسماء 6 حارات معروفين بالشارع، منهم الطاحونه وزوه الوقف وطاحونه الوقف اللي بيعبروا عن اشهر عائلات الدرب. طب حد فيكم يعرف ايه سبب تسميه شارع درب المهابيل؟ روايات كتير اختلف عليها اهل المنطقه حول سبب تسميه الشارع، فمثلا اتقال ان الاسم بيعود لعصور الملكيه لما كان الحي بيمر منه تشريف عسكريه، فكان العساكر بيفضلوا يرفعوا ايديهم طول اليوم يمين وشمال وينزلوها تعظيما للملك، فالناس كانت تشوفهم يقعدوا يضحكوا ويقولوا ايه المهابيل دول، ومن هنا جه سبب تسميه الاسم. ورواية تانية بتقول ان سبب التسمية بيرجع ان زمان كان في واحد من البشوات اسمه شريف باشا ساكن في قصر بيطل على احد بيوت الزار اللي بيمارس فيها الدجل والشعوذة، فكان بيقعد يتفرج عليهم من البلكونة ويقول ايه شوية المهابيل دول، ومن هنا اتسمى الشارع بدرب المهابيل. اما الرواية الاكثر شيوعا والمنتشرة لحد دلوقتي ان زمان كان الشارع ده مليان محلات بوظة اللي هي الخمرة بتاعت زمان، وكان كل الناس سواء شباب او كبار السن بيروحوا هناك عشان يسكروا ويسهروا ويدلعوا نفسهم، فكانوا يدخلوا الشارع عاقلين يخرجوا منه مهابيل ويفضلوا يتمطوحوا يمين وشمال ومش قادرين حتى يمشوا على رجليهم، ومن هنا اتسمت المنطقة بدرب المهابيل. طب يا ترى شارع درب المهابيل حاليا اتغير ولا لسه محتفظ باسمه؟ الحقيقة هنلاقي ان شارع درب المهابيل اتحول من منطقة سكانية لمنطقة تجارية حاليا، وبقى الشارع كله مليان مصانع وورش ومخازن كهربائية. إلا إن درب المهابيل مازال محتفظ بحاجتين مهمين، أول حاجة جامع العظام بطرازه التاريخي. طب إيه قصة جامع العظام؟ ده كان مسجد يطلق عليه مسجد سيدي عبد القادر، وهو أحد الأولياء الصالحين، وكان جواه ضريح، والمنطقة اللي اتبنى فيها كانت في وقت من الأوقات كلها مقابر، فكان كل ما الناس تحفر تلاقي عظم وهياكل عظمية فيشيلوها ويدفنوها في الجامع، ومن هنا أطلقوا عليه جامع العظام. وكمان لسه الشارع محتفظ بمحل البوظة الشهير اللي اتكلمنا عنه، واول ما تدخله هتلاقيه لسه محتفظ بشكله القديم وموجود في بيت صغير فقير فيه دكة خشب وترابيزات وناس قاعدة بتشرب البوظة في كوز ألمونيوم وجنبهم طبق فيه فاكهة وترمس. اسم شارع درب المهابيل كان بيحرج سكانه جدا لما حد كان بيسألهم انت ساكن فين، عشان كده اتقدم طلبات كتيرة من سكان الدرب بتغيير اسمه، واستجابت الحكومة وأصدرت قرار في يوليو 1951 بتسميته درب المناصرة. وبالرغم من القرار ده فضل الشارع معروف لغاية دلوقتي بشارع المهابيل.